بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم بجد. انا بقالي فتره فعلا ما نزلتش حاجه على القناه، ولا نزلت فيديوهات ولا اي حاجه. قلت بقى كنت تعبانه جدا جسديا ونفسيا، وانا من نوع ما بكون تعبانه نفسيا. ما بحبش ادخل المطبخ خالص، لاني لو ما دخلتش المطبخ بمزاج ما بعرفش اطلع اكل كويس. فقلت بقى ما ينفعش كده، نقوم بقى ندخل المطبخ، نشغل غسالة، نعمل شوية حاجات في البيت، نغسل، نمسح، الروتين بتاعنا يعني. جاية اعمل معاكم شوية مكرونة. دي احنا بنعشقها، دي العشق كله. المكرونة دي مكرونة اسباجيتي. بس دي الاسباجيتي التخينة، يا رب تكون واضحة في الكاميرا. دي الوسط مش التخينة قوي. بكل سهولة. انا معرفش حتى شوية صلصة المكرونة، الناس بتقول حاجات غريبة وبتعقد الدنيا خالص. انا ديت ما فيهاش اي حاجة، ديت تعمل. بصي اهي دي كده واضحة. دي المكرونة الاسباجيتي التخينة. والله يا جماعة وطعمها وهم. اتعودوا تجيبوا المكرونة المستوردة، حتى لو هي المكرونة الاكياس، لا جيبوها برضو المستورده، ما تجيبوهاش المصري. والله انا بتعامل مع عطار بيجيب المكرونات المستورده وحاطط المصري. الفرق ما بينهم 2 جنيه وجنيه، يعني ديت 2 جنيه والمستورده، والتانية اللي هي بقى القوقعه واللي هي نص دايره والحاجات دي، بس العجينه بتبقى مختلفه خالص. مهما برضه هعمل معاكم التانية، مهما تحطيها في التلاجة تطلعي السخان واحدة بوحدتها، لانها هي اصلا نفسها تخينة، بتاخد سوا على النار. المصري لا، اول ما تحطيها في المية دوبك خلاص، وبعدها تيجي بقى تسقيتيها في التسبيكة تلاقيها بقت كتلة واحدة. طب وايه الفرق؟ ايه، جنيه ولا 2 جنيه؟ دي انا ولادي بيعشقوها، المكرونه الاسباجيتي التخينه. فقلت اوريكم بنعملها ازاي. ده عشان انا قلت مش هطول عليكم، انا بحضر الحاجه. ده القوطه اهي، بصوا. وزي ما هي بذرها كله يعني. بصوا انا بس شايله الحته الخضراء اللي بتبقى من تحت، وعليها معلقه ملح صغيره، بقطعاها زي ما هي وعليها معلقه ملح صغيره. وبعتذر طبعا على صوت سليم، لا خلاص بقى اتعودت. هروح اضرب معاكم الطماطم وارجع لكم. انا كده ضربت الطماطم، بصوا بقشرها بالبذر بتاعها كله، ما تصفوهاش. في اللي ما بيحبش البذر او كده، بس انا بقول ان هي كده يعني بتبقى تحفه. هوريكم برضو في الطعم، بيبقى تحفه، بيدي كده مزازه كده في طعم المكرونه البذر. وما بتبانش اصلا خالص ان هي فيها بذر او فيها قشر. اضربيها كويس بس لو خلصك، بس هو ممكن يكون هناك الخلاط ان السكينه بتاعته ما تكونش حاميه. بصوا اهو البذر اهو، انا اعتقد ان شايفين البذر فيها اهو. اضربوا بس، ما فيهاش اي حاجه. هتقطعي القوطه نصين وتشيلي بس النواه الخضراء اللي من تحت دي وتاخديها ضربه. انا بعد ما حطيت معلقه الملح، معلش بعتذر، بحط بق ميه من تحت عشان الخلاط ما يجرالوش حاجه والطماطم تلف كويس. معلش الخطوه ديت اللي انا ما عملتهاش معاكم. تمام كده، دي الطماطم اتضربت، ودي المكرونه. وقطعت وهنا على النار بصلايه وسط وشويه زيت. الزيت ده حسب ما انت، مش هقدر اقول لك كميه قد ايه، حسب ما انت بتحبي فيها زيت كتير حطي، بتحبي فيها زيت قليل حطي. انا الكميه دي مناسبه جدا، دي بتاع ربع كوبايه. ودي بصلايه متخرطه كويس صغير بس. وهنسيبها لحد ما تبقى لونها بامبا كده، تاخد اللون الذهبي، وهننزل عليها بالطماطم. جربوا هي مفيهاش اي حاجه. تعمليها بقى، تاكليها جنبيها فراخ مشويه، جنبيها فراخ في الفرن، جنبيها فراخ كنتاكي، شويه بانيه لوحدها ساده. انا ولادي لما بيقولوا لها ما احنا مش عاوزين ناكل لحمه ولا فراخ او كده، او ما بيبقاش مثلا ده بقى اخر الشهر ومفيش حاجه في البيت خالص او كده، لا باجي على طول المكرونات دي عندي. بنزل اجيب على طول المكرونات وكده، وبعمل بس شويه دول سندوتشات وجنبها شويه شطه، مبقاش محتاجه اي حاجه تاني. والله العظيم جربوها، لان انا بشوف لا صف الطماطم لا بتبقى وحشه، لا معرفش ايه، لا جربوها. انا جربت كتير، وبعديها لما بتصفوا الطماطم يعني ايه، بتاخد وقت، بتغلبك الطماطم عقبال ما بتتسبك، لانها البذر والقشر بتقلوها بسرعه وما بتكونش باينه. الاتنين بيبقوا احنا. انا جربت قبل كده الطماطم المتصفيه
والطماطم ديت انا على طول معتمده الطماطم اللي انا بضربها كده بالقشر بالبذر بكله، ان انا بنضف بس الحته الخضراء اللي من تحت دي، وبضرب بمعلقه ملح وبق ميه عشان الخلاط، وبسبك على طول. والبصلايه كده بس تاخد لون، بسيبها بقى اول ما تغلي هوريها لكم، بعديها بقى بنوطي عليها، هسيبها بس تاخد لون وارجع لكم تاني. هي كده هي كمان تمام كده، اللون ده مناسب جدا. هجيب الطماطم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، على النار بقى عشان اوطي عليها النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم والله يعني انا عندي واحده تقف تعمل شويه مكرونه زي ونفس الطريقه ونفس ما فيهاش اي حاجه كده، خلاص خلصت، تلاقيها باظت معاها، الطعم مش هو. ليه؟ واقفه من مالكيش نفس تعملي الاكل اصلا، فالحاجه مش هتطلع معاكي كويسه اصلا خالص. فلازم انت طالما انت نفسيا مرتاحه، او يعني مفيش حاجه بترهقك ذهنيا او كده، لا الحاجه هتطلع معاكي زي الفل. انا كنت بقالي كام يوم ما بدخلش المطبخ، تعبانه والله العظيم جسديا، والدنيا كانت عندي ومش طايقه اصور ولا طايقه اعمل لقمه اصلا. وبعدها قلت لا خلاص كده بقى، يعني حسيت ان انا ارتحت بقى، قلت لا اقوم بقى اشوف ورايا ايه. وقلت بقى والله واطلع لكم بقى عشان توحشوني وحياة ربنا. ولما بعمل فيديوهات وكده بحس ان انا برغي معاكم، بفضفض شويه عشان انا مفيش وش غير العيال. تاخد غلوه بقى وارجع لكم. هي كده اهي خدت غلوه، ملناش دعوه دلوقتي بلون الطماطم خالص، سواء غامقه او فاتحه. الطماطم ما بيبانش دلوقتي خالص لونها بيوصل لايه غير لما بتدخل في التسبيكه، بتتسبك شويه كده نعرف لون الطماطم، وهنشوف لونها. لو هي تمام وغامقه وحمرا قوي خلاص مش هنحط حاجه، لو فاتحه شويه هنشوف هنعمل ايه. انا بقى كده خلاص هقفل عليها، اشوف ورايا ايه. كده هي اهي. بصوا، اهم حاجه عشان تاخدوا التسبيكه مظبوط وتاكلوا مكرونه كويسه، توطوا العين. بصوا انا وطيت العين ازاي، بس خلوها على عين عاليه، بس وطوا العين خالص. والحله تتقفل كده، الحله ما تتقفلش كده، لا كده كل ما البخار هيطلع هينزل فيها تاني ومش هيبقى طعمها حلو. خلوا الحله متوربه كده شويه عشان البخار يطلع وتاخدوا التسبيكه الصح. خلوا الحله متوربه كده، ما تقفلوش الحله. لو حتى عينكم عليه عشان لو اتزحلقت منكم ترجعوها تاني. تمام. ولما تتسبك بقى هرجع لكم. كده بقى هنروح نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اتسبكت، طالما الزيت نطر كده انا كده بالنسبه لي تمام. بصوا لونها مش محتاجه اساسا نحط عليها اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو لونها القوطه مثلا انت جايباها مش حمراء، لا اتعاملي عادي. بصوا الطماطم او القوطه يعني عشان بحب اقول عليها قوطه. اتعاملي عادي خالص. وبعد ما تيجي في التسبيكه كده، بعد ما خلاص وتدفي عليها، حطي عليها تنطر عليها دي، حطي عليها معلقه كبيره بابريكا. مفيش اي حاجه، حطيتي صلصه طماطم، معجون الطماطم. لو ما حطيتيش نوع كويس استخدمي هاينز، مش هيغير الطعم. حطيتي اي نوع تاني هتلاقي طعم التسبيكه راح في حته تانية خالص. بس انا عن نفسي عاوزين التسبيكه الصح، حطي عليها بقى لحسن هي كده نطرت جامد. تمام كده، بس كده. لما هسلق بقى المكرونه هجيلكوا تاني. انا هسيبها تهدى بس شويه. كده انا مش هحط عليها اي حاجه، كده تمام. ومعلقه الملح اللي انا كنت حطاها اللي انا كنت حطاها وانا بضرب الطماطم مظبوطه بالظبط. اوعوا يا جماعه، هي معلقه ملح صغيره، ودوقوا بعد ما تحطوش ملح غير بعد ما التسبيكه تتسبك. حطيتوا ملح، الطماطم اساسا فيها املاح، هتلاقوها حدقت معاكم. وبعد كده اظبطوا ملحها لما تدفوا عليها. لقيتوها برتقاني معاكم او الحمار بتاعها مش حلو، حطوا معلقه بابريكا كبيره. ما تحطوش معجون طماطم. حطيتوا معجون الطماطم بيغير طعمها، انا ما بحطش عليها معجون طماطم خالص. لقيت لونها فاتح بحط معلقه بابريكا كبيره قبل ما ادفع عليها، ما بحطهاش وهي بتتسبك. بس كده دي التسبيكه. بعد كده هنبقى نسلق بقى المكرونه ونشوف هنعمل ايه. انا كده اهو هسلق بقى المكرونه.
دي ميه اهي، حطيت فيها معلقه كبيره او معلقتين زيت، لازم فيها زيت عشان المكرونه ما تعجنش، ومعلقه ملح. تمام كده، الميه لازم تغلي جامد قوي. وهننزل بقى بالمكرونه. اللي انا عاوزه بس اقوله لكم ان المكرونه المستورده مش هتلاقوها عند اي عطار، يعني اللي هي العطارات الكبيره، وبتبقى احسن والله، والفرق مش كتير، الفرق بيبقى جنيه او 2 جنيه حسب المنطقه. لو منطقه شعبيه الفرق بيبقى جنيه، منطقه بتلاقي 2 جنيه. واحسن كتير من المكرونه التانية المصري اللي هي اول ما تحطيها تتعجن حتى. يعني ديت الميه بتغلي اهي. بصوا انا اسميها 2، يعني اسمى الوحدة المكرونه نفسها اسمها 2 عشان تلف معاكني، عشان ابني صغير بيحبها وكده، فلما بتبقى طويله قوي يعني بتفضل تقع منه وميعرفش يتحكم فيها، فبقسمها كده نصين وفرطيها كده وهي نازله. بسم الله الرحمن الرحيم. مش شرط ان انت تعملي جنبها حاجه، انا قلت لكم ان انا بعملها ساعات انا وولادي كده، وبنعمل شويه شطه وسندوتشات عشان بتبقى تحفه، بتبقى طعمها وهم. والله يا جماعه احنا عندنا محل في عابدين معروف قوي بتاع مكرونه، بس المكرونه الاسباجيتي دي ومش التخينه دي، كمان بتبقى الرفيعه. هو بس مشهور بسندوتشات المكرونه، نص شقه المكرونه كده، نص العيش البلدي وعليها المكرونه الاسباجيتي بالصلصه. هنسيبها بقى تغلي وتاخد غلوتين وهنوطي عليها. انا المكرونه العاديه ما بجيبها يا دوبك هتاخد غلوه او مطفي عليها العين وكاتمه الحله، وما فيش 5 دقايق بقوم مصفياها. ديت لا، ديت هتتعامل كانك بتسويها عادي على النار. اوعى تطفي عليها النار، لان لو عملنا الحركه دي المكرونه ديت تخينه ومستورده، يعني عجينتها بتاخد سوا. سيبيها تغلي بقى على النار، هتاخد غلو، وطوا عليها، سيبوها ما تطفوش عليها النار خالص غير لما تتاكدوا ان هي تطلعوا كده واحده كده تلاقوها استوت. وانا برضو هتابع معاكم شويه. دي بتتعمل غير معامله المكرونه العاديه. المكرونه العاديه دوبك انا بسيبها تستوي على بخار الميه 5 دقايق واقوم منزلاها على طول من على النار بتبقى استوت. ديت لا، دي بتاخد سوا وما تطفوش عليها النار خالص. خليها بقى تاخد غلوه كده، وفي نص السوا هرجع لكم تاني. هي كده هي بصوا بتغلي، انا مش موطيه عليها بقى عشان ولادي مستعجلين. انتوا حتى لما تيجي تسووها خلوها عين وسط، مش ان هي شعله يعني، لا لو وطيتوا عليها خليتوها شعله هتعجن. خلوها يا اما وسط، انا حطاها على عين الوسط برضو ومخليه النار ولا عاليه قوي يعني وسط وهي بتغلي. لكن لو هدينا عليها النار قوي هتعجن، وكل شويه تقلبوا عشان ما تلزقش في بعض. متسيبوهاش لازم كده عشان تطلع مفلفله كل واحده لوحدها. تفضلي كده ايه من الوقت اللي فات تقلبي فيها كده، هي لسه بدري ان هي تدخل في السوا، لسه شويه 10 دقايق كمان او هي المكرونه هي دخلت في السوا كده يعتبر. بس برضه هسيبها بتاع 3 4 دقايق كمان كده. حتى بصوا لو جينا نشوفها هنلاقيها ايه بتقطم، ما احناش عاوزين القطمه دي. وانتوا بتقلبوا تجيبوا من تحت عشان بتبقى ماسكه من تحت، يعني وانتوا بتقلبوا تجيبوا من كل ناحيه من تحت. تمام. وانا برضو مخليه النار عليها يعني ايه على الوسط، ما تخلوش النار هاديه عليها عشان ما تعجنش معاكم. ودي التسبيكه اللي سخنتها اهو عشان انزل عليها على طول. بس هنعمل بقى شويه شطه عشان انا بحب اعمل اساندل المكرونه سندوتشات بالشطه. انا مش بعمل شطه كتير لاني ما بحبش ان هي تقعد في التلاجة، بحب اكلها طازه طازه كده. محدش بياكلها، ولادي ما بياكلوهاش غير انا بس وجوزي. تعالوا بقى نشوف نعمل الشطه ازاي. هنا احنا جبنا معلقه من التسبيكه، معلقه شطه. طبعا الكميه مش كتير لاني انا مش بعمل الشطه بتترمي، يعني هو بس يا دوبك بس بنحب الشطه معاها مع اول اكله وخلاص. فيا دوبك بناخد بس معلقه على طبق المكرونه، فانا عشان ما بحبش اهدر الحاجه هنحط بقى معلقتين شطه. المعلقه دي يا اما بقى معلقه من دي، هنشوف كده. يا دوبك لان انا مش عامله شطه كتير. تمام، هي معلقه بس من دي. انت بقى حسب ما انت عاوزه تعملي كميه شطه حطي بقى، يعني حطي شطه
حطي من الصلصه وحطي الشطه. هجيب بقى معلقه زيت وهنحط معلقه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الشطة احلى من بتاعة المطاعم، بس كده الشطة بس حامية جدا، خلي بالكم يا دوبك احنا بس بناخد حاجة زي كده، فعشان كده انا ما كترتش فيها. انتوا بقى الاسرة من عشاق الشطة، حطي زودي التسبيكة، يعني تبقى عاملة حسابك انك انت هتعملي شطة، فزودي الطماطم وانت بتضربيها عشان التسبيكة تبقى اكتر، عشان برضه يبقى فيه للمكرونة وتعملي شطة. هي مفيهاش اي حاجة، هتحطي الشطة اللي انت عاوزاها، واهم حاجه الزيت، بس الزيت هو اللي بيخليلك زيها زي بتاعه الشارع بالظبط. معلقتين الزيت بصي خلينها بتلمع وشكلها تحفه. خلي بالكم عشان حاميه جدا، عاوزين تخلوها الحمام بتاع قللوا الشطه، يعني تبقى مثلا زي صلصه على شطه كده، يعني مديه ايه الشطشطه بس مش قوي يعني، براحتكم دي اذواق. شوف بقى المكرونه، بصوا انتوا اللي يشوفها كده يقولك استوت، لا لسه بتقطم برضه. شوفوا والله عشان كده بقول لكم خلوا بالكم من المكرونه اللي بتبقى مستورده ديت، وبالذات المكرونه الاسباجيتي التخينه، في اتخن من دي على فكره، بس انا ما لقيتهاش عند العطار لما رحت له، قال لي عندي الوسط. انا ولازم بنعشقها طبعا، بنزل له مخصوص والله، هو مش جنبي في المنطقه، لازم انا بنزل مخصوص عشان اجيبها، ولسه بتقطم. سيبوها برضه بتاع 5 دقايق تاني ونرجع نشوف الدنيا فيها ايه. انا كده اهو هي استوت كده، انا شلتها من على النار، خدت بتاع 3 دقايق تاني، هسقطها بقى. استنى بسم الله الرحمن الرحيم. بس شطفتها كده من لازم تتشطف لان النيشه بتاعتها كتير جدا. يا جماعه اللي ما بيشطفش المكرونه لا بتبقى صعبه، هتعجن برضو، لازم تتشطف كده من النيشه. انا شفتها نزلت نيشه قد ايه كده. بصوا سمكها تعال تعال هنا تعالى. بس يا سليم ما تضربش، اعمل لك المكرونه. نعم اعمل لك منكوش. حاضر بس اعمل المكرونه. حاضر يلا حط لك المكرونه. هنروح بقى اسقطها في التسبيكه وارجع لكم. بصوا هنا كده سقطتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التسبيكه حمرا ازاي، ومش باين فيها ولا اي حاجه، ولا قشره ولا بذره ولا اللي يقولك صفي والكلام ده، احنا مش يعني النتيجه واحده، فطب ليه نتعب نفسنا؟ بصوا والله دي عموما الحله دي بسم الله ما شاء الله هتخلص دلوقتي حالا. انا اولهم والله يا جماعه، انا عامله الشطه دي وما اقولكوش والله وانا واقفه بعملها انا جعانه ازاي. تعالوا كله معانا. بصوا والصلصه حمراء، ولا بقى تقولوا لي صفيها ولا مش صفيها، وذوقوا بس طعم المكرونه، طعمها تحفه. بس هي كده خلصت. بس بقى اما تيجوا تجربوا، انا مش هغرف معاكم، انا هوريكم بس تغرفوا بايه. لما تيجوا تغرفوا بالمساكه يا جماعه، بالمعلقه او شوكه لا، هتتقطع معاكم. تبصوا بالمساكه كده وعلى الطبق بس مش اكتر اهي. وبصوا والطعم والله العظيم جربوها تحفه. هي بس ما فيهاش اي حاجه، خليكم شغالين عليها النار. لو المكرونه ديت التخينه دي لازم تبقوا شغالين عليها النار
بس والصلصه زي ما وريتكم بالبذر والقش. اضربوا الصلصه، هيشيلوا بس البتاعه الخضراء اللي من تحت ديت، وتعاملوا عادي اضربوا في الخلاط، ومع بصلايه حمروها في شويه زيت وبس، ووربوا الحله بس وهي بتتسبك. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، ولما تجربوها يا رب بألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير عشان خاطر سليم بقى. يلا، لا اله الا الله. باي باي.